السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أنا عارفة إن الأيام دي بقت صعبة جدا، كل واحد فينا عنده هم غير التاني، كل واحد مشغول بمشكلة غير المشكلة بتاعت صاحبه. خلوني أقول لكم حاجة لفتت نظري جدا اليومين دول. احنا بقينا بنشوف يا جماعة قسوة غريبة جدا ما بين الناس منتشرة في مجتمعنا دلوقتي. يعني تلاقي واحد بيزعق لمامته، واحدة بتزعق لجارتها، واحدة بتغلط فيها، صاحب خان صاحبه، حد بيشمت في حد تاني عشان وعي أو ابتلى بأي شيء سواء مرض أو نقص في المال. بقينا بنعدي على بعض في الشارع كأننا مش بشر، كأننا مش اخوات، كأننا مش مسلمين. انا مش بتكلم عشان الوم او هاجم، والله العظيم ابدا. الواحد بيتكلم عشان موضوع بجد من اللي شايفه والوضع الحالي. المجتمع اتغير جدا. اللي كان بيتقال زمان احنا ولاد حتة واحدة، احنا اخوات، الكلام ده راح فين يا جماعة؟ تعالوا نرجع شوية كده لورا لديننا، نبينا صلى الله عليه وسلم. هو علمنا ايه الرسالة اللي كان جاي بيها؟ هل يا جماعة الدين مجرد صلاة وصوم؟ لا طبعا، الدين معاملة، الدين رحمة وخلق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني النبي صلوا عليه كان رحمة، مش بس للمسلمين، ده للعالمين، لكل الكائنات. النبي لما شاف واحدة بتعذب قطة قال إنها دخلت النار بسببها. يعني رحمة الحيوان كانت مهمة عنده، أمال رحمة البني آدمين كانت إيه؟ واحنا النهاردة ممكن نبقى قاعدين ونجيب سيرة فلان وعلان ونجرح ونتكلم من غير حتى ما نحس، وكأن الإنسان ده ملوش كرامة. فين الكلمة الطيبة؟ فين الستر؟ فين اللي بيشيل أخوه لما بيقع؟ كلنا بنغلط يا جماعة، وكلنا بنقع، بس قليل قوي اللي بيفتكر يمد ايده ويسند. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما راح للطائف والدنيا كلها كانت رافضاه والناس ضربوه والدم سال من رجليه، جاله ملك الجبال وقال له: تحب اطبق عليهم الجبلين؟ عارفين رده كان ايه؟ قال له: لا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يعني رغم القسوة اللي شافها دعالهم مش عليهم. فين احنا من الرحمة دي؟ احنا بنقس على بعض بالكلام، في السوشيال ميديا، بالحكم على الناس، بالتريقة، بالشتيمة، حتى السكوت وقت المفروض نكون سند فيه لناس. النهاردة في ناس النهاردة بتنام وهي موجوعة من كلمة حد قالها أو تصرف من أقرب الناس ليها. المصيبة إن اللي وجعهم ما بيكونش حاسس بيهم أصلا. بص، أنا عايزاكي أو عايزاك تاخد لحظة وتسأل نفسك فيها: آخر مرة كنت رحيم مع حد كان إمتى؟ آخر مرة طبطبت على قلب حد أو قلت له كلمة حلوة كانت إمتى؟ يا ترى أنا من الناس اللي بتسند ولا أنا من الناس اللي بتكسر وتسيب وتمشي؟ بلاش نبقى قاسيين على بعض يا جماعة، الدنيا مش مستاهلة والله، والله ما مستاهلة. الكلمة الطيبة صدقة، حتى الابتسامة صدقة. طب لو كل يوم قلنا كلمة حلوة لحد، شجعناه مثلا، سامحناه، سترنا عليه، تفتكروا حياتنا هتبقى عاملة ازاي؟ ما ينفعش نفضل نشتكي من المجتمع واحنا نفسنا مش بنصلح. كلنا مسؤولين، كلنا علينا دور. الدين مش بس للطقوس، الدين أخلاق، الدين حياة. في النهاية نفسي نخرج من الفيديو ده بحاجة واحدة: ان كل واحد فينا يبدأ بنفسه. نقول لنفسنا: انا مش هبقى قاسي، انا هحاول اكون رحيم. حتى لو العالم كله حواليا قاسي انا هبقى طيب. حتى لو اتجرحت قبل كده، عشان ربنا شايف وربنا بيجازي وربنا بيحب اهل الرحمة. افتكروا دايما الحديث ده: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لو كلنا عملنا كده مجتمعنا هيتغير جدا، وقلوبنا هتتهوى شوية من الهم اللي احنا عايشين فيه. قولوا لي رأيكم في الكومنتات وشاركوني، وايه اكتر موقف حسيتوا فيه بقسوة من الناس، وايه اكتر موقف حسيت فيه بطيبة ورحمة خلتكم تدمعوا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشاركوها عشان غيركم يستفيد، وابقوا قابلوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. واخر دعوانا ان الحمد لله. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في خير. صلوا على من امرتم بالصلاة عليه.